يا دكتور بيجي لي صداع ودوخه ووشي ساعات بحس انه بينمل، هل ده له علاقه بغضروف الرقبه اللي عندي؟ الاجابه ببساطه لا. لا، غضروف الرقبه ملوش دعوه بالدوخه، لا غضروف الرقبه ملوش دعوه بان وشك بينمل، لا غضروف الرقبه ملوش دعوه بالصداع، اللهم الا لو في وجع في مؤخره الراس من ورا، وده ما بيبقاش صداع، ده بيبقى شد في عضلات الرقبه من ورا. لكن اي وجع بيجي في الراس من فوق او في الراس من قدام ده ملوش دعوه خالص بغضروف الرقبه، لان ببساطه الغضروف العنقي لما بينزلق بيضغط يا اما على الحبل الشوكي اللي بيغذي الجسم كله من تحت، او يضغط على جذور الاعصاب اللي بتغذي الايدين، لكن ملوش دعوه بالراس فوق. يبقى لو عيانه جايه لنا بتشتكي من ان عندها دوخه وعندها صداع ووشها بينمل، ولو افترضنا في اسوأ الظروف ان عندها غضروف عنقي اعلى درجه يحتاج العمليه، وعملنا العمليه وشلنا الغضروف خالص، وجع الدراعات يتحسن، وجع الجسم يتحسن، لكن لا الصداع هيروح ولا الدوخه هتروح ولا التنميل بتاع الوش هيروح. ومحتاجين ندور على اسباب تانية للمشاكل دي، سواء عند دكاتره الانف والاذن علشان خاطر الدوخه، او دكاتره المخ والاعصاب علشان خاطر الصداع وتنميل الوش. لكن غضروف الرقبه بريء من التهم دي، وافتكروا دايما ان الامل موجود. سلام عليكم.